الثمن ديال البروجي كيتحسب بجوج ديال المعطيات. المعطى الاول اللي هو الثمن ديال الساعه، خاصك تكون عارف الثمن ديال الساعه ديالك، والمعطى الثاني هو عدد ساعات البروجي، يعني هذاك البروجي شحال غادي ياخذ من ساعه. دونك غنضربوا الثمن ديال الساعه في عدد ساعات ديال البروجي وغيعطينا الثمن ديال البروجي. كيفاش كيتحسب الثمن ديال الساعه؟ الثمن ديال الساعه حتى هو خصو واحد المجموعه ديال المعطيات. المعطى الاول اللي هو الصافي الشهري اللي بغيتي، ثانيا مصاريف الخدمه في الشهر، وثالثا نسبه الضريبه، ورابعا السوايع الشهريه اللي تقدر تفاكتور. ملي كنقول الصافي الشهري اللي بغيتي يعني انت هذاك الصالير ديال الشهر اللي مسيبلي شحال بغيتي يكون فيه، وثانيا ملي كنقول مصاريف الخدمه ديك المصاريف اللي عندها علاقه بالفريلانس بالبيزنس ديالك، والثالثه نسبه الضريبه الا كنتي مقاول ذاتي كمثال 1% ولا عندك اصراري ل 20%. بالنسبه للسوايع الشهريه اللي تقدر تفاكتورها هو شحال من ساعه اللي غادي تفاكتوري نتايا في هذاك الشهر. كمثال الا نتايا غادي تخدم 100 ساعه، ديك 100 ساعه هي اللي غادي تفاكتوريها. دونك انت الهدف الرئيسي ديالك هو تلونسي واحد فريلانس كمثال فيه 100 ساعه ديال الخدمه. اوكي، نشوفوا دابا نبداو بثمن الساعه هو الاول نحسبوه. غادي نفترضوا بان الصافي الشهري اللي بغيتي هو 10000 درهم. من بعد غنقولوا مصاريف الخدمه في الشهر 1000 درهم، ونسبه الضريبه غنقولوا بانك مقاول ديالتي 1%، وبالنسبه شحال من ساعه اللي غادي تخدم في الشهر، هذوك السوايع اللي غادي تفاكتوري، غادي نفترضوا بانه بغيتي تخدم 5 ايام، وفي هاد ال5 ايام غادي تخدم فيهم 5 سوايع. دونك 5 سوايع كل نهار في 5 ايام اللي غادي تعطينا في الطوطال تعطينا 100 ساعه تقريبا 100 ساعه في الشهر. يعني الشهر ديالك نتايا غادي تخدم فيه 100 ساعه للبيزنس ديال الفريلانس، والنهار ديالك فيه 5 سوايع، النهار ديال الخدمه ديالك فيه 5 سوايع. اوكي، سالينا دابا مع المعطيات ديال ثمن الساعه. الثمن ديال الساعه عندنا هنا في الحاله هو 112 درهم. كيفاش تحسبات؟ خدينا 10000 درهم ديال الصافي الشهري اللي بغينا زائد 1000 درهم ديال المخسور اللي عنده علاقه بالبيزنس ديالنا، كتساوي 11000 درهم. من بعد خدينا 100 ساعه اللي عندنا في الشهر وضربناها في 99%. علاش؟ باش نخليو غير عدد ديال السوايع اللي صافين خاليين من الضرائب. حيدنا 1% ديال نسبه الضريبه من ال 100%، دونك عطاتنا 99%. 100 ساعه في 99% عطاتنا 99 ساعه. وفي الاخر خدينا هاد 11000 درهم وقسمنا على 99 وعطاتنا 112 درهم في الساعه. دونك المعطى الاول عرفناه اللي هو 112 درهم للساعه، عرفنا الثمن ديال الساعه ديالنا. من مورا ما عرفنا الثمن ديال الساعه ديالنا، دابا شنو خصنا كيف ما قلنا؟ عدد ساعات البروجي. دونك هذاك البروجي شحال من ساعه غادي ياخذ، وهذا معطى مهم. ملي كيجي عندك انت واحد الكليان وكتفاهم معاه، مثلا كتجلس معاه وكيشرح لك هذاك البروجي، كتاخذ واحد الفكره عامه، يقدر يكون عنده دي ريفيرونس، يقدر يعطيك دي انسبيراسيون. المهم كتهضر انت وياه في هذاك الميتينغ الاول كيشرح لك الفكره بصفه عامه كتفهمها نتايا. من بعد شنو خاص؟ كيقول لك عطيني الثمن. هو لي بروفيسيونيل تيقول ليه بلاتي نمشي نحلل مزيان هادشي اللي قلتي ليا، نشوف هذوك الانسبيراسيون لي ريفيرونس، نحدد الحجم درجه التعقيد، وديك الساعه غادي نعطيك الثمن. ما باش تعطيه الثمن بحال هكا ديريكتومون غير باش تشدو عندك، غتقدر طيح في مشكله بانك تخدم بزاف على واحد الحاجه اللي غتخلص فيها ثمن قليل. اوكي، دونك خاصك تحسب السوايع ديال البروجي. انا نفترضوا بانه جا عندك هذاك الكليان على واحد اللاندينغ بيتش، صفحه هبوط. هذيك صفحه الهبوط عطاك دي ريفيرونس ديال صفحات هبوط في نفس البرودوي اللي كمثال باغي يبيع هو. دونك هو باغي يصايب واحد صفحه هبوط اللي باغي يبيع فيها برودوي. هذيك صفحه الهبوط وراك لي ريفيرونس. دونك اش قال لك عطيني الثمن. انت قبل ما تعطيه الثمن شنو خصك تقول ليه؟ بلاتي نمشي نستيمي شحال ديال الوقت. كمثال انت غتستيمي الوقت، باش تستيمي الوقت ديال شحال غياخذ لك واحد البروجي نقدروا نقسموهم حنايا لاربعه. عندنا السوايع الاولين دوك السوايع ديال الفهم، يعني نتايا ملي غتبدا خدام على البروجي عندك واحد لاناليز، كتشوف هذوك لي ريفيرونس اللي عطاك، كتشوف ديزانسبيراسيون واحد اخرين، كتشوف الستيل اللي غتخدم به. دونك كتاخذ واحد الفكره عامه على هذاك، تشوف برودوي اللي غادي تخدم عليه حتى هو اللي غادي تحطه في اللاندينغ بيج، تاخذ عليه واحد الفكره عامه. غادي نعطيوها كمثال يومين، وكيف ما قلنا النهار عندك كيساوي 5 سوايع، يومين كتساوي 10 سوايع، دونك حددت هنا ب 10 ساعات. من بعد ما غندوزوش لسوايع التنفيذ ديريكت، لان في الغالب الناس ملي كتبدا تحسب وكتستيمي واحد البروجي شحال غادي ياخذ لهم ديال الوقت، كيحسب غير التنفيذ، يعني شحال غيبقى خدام عليه حال ليديتور ولا حال لوجيسيال ديال الديزاين ولا اي لوجيسيال اللي هو خدام به. دونك لا، سواء ديال التنفيذ واحد البار مهمه من كيفاش كتستيمي البروجي شحال من ساعه غياخذ لك، ولكن ماشي هي المهمه بوحدها. كاين حوايج اخرين اللي خصهم يتحسبوا، ولا ما حسبتيهمش تقدر تلقى راسك بانك كتستيمي الوقت اللي غياخذ لك داك البروجي بواحد الطريقه اللي هي ما مضبوطاش. اوكي، من بعد غادي نمشيو لسوايع التواصل. دونك غتواصل مع الكليان، يبقى واحد الفاي فيا ما بيناتكم، يقدر يكون ميتينغ اخر تهضر معاه، يقدر يعطيك اسئله اخرين، يقدر يبغي يبريفيك شي بريف اخر. دونك انت ديما دخل كمثال، حنا غادي نقولوا غادي نعطيو واحد اليومين، كنقولوا يومين يعني 10 سوايع واحد اخر. ديما ما تكون تاستيمي، ما عمرك تحاول تجيبها لاصقه، ديما حاول تزيد شويه الوقت. من بعد شنو كاين؟ من غادي تليفري لي انت كاع البروجي، انت ليفريتي ليه البروجي، اشنو خاص؟ يقدر يعطيك دي موديفيكاسيون، وفي نفس الوقت باش تليفري ليه من كتعطيه داك الليفرابل خاصك توجدوا الليفرابل.
هذاك الليفرابل كيفاش شنو هي ديك اللاندينغ بيج شرحها ليه. دونك كتعطي واحد الفكره عامه على هذاك البروجي اللي غادي تليفري ليه نتايا. حتى هي نعطيوها يومين. علاش؟ لانه لي موديفيكاسيون انت ما ضابطهمش. هذوك التعديلات اللي غادي يعطيك يقدر يعطيك بزاف كيف ما يقدر يعطيك شويه، ولكن الهدف الرئيسي ديالك انت راك انت حددتيهم في يومين. الا ولاو دوك التعديلات فيهم 10 ايام 15 يوم ديك الساعه كيولي ثمن اخر. ما خلينا حنا غنديروا واحد ليستيماسيون اللي دخلنا فيها التعديلات وغنديروا فيها 10 ديال السوايع اللي غتعطينا يومين. دونك لحد الان شحال عندنا 6 ايام اللي كتعني 30 ساعه. اشنو باقي سوايع التنفيذ. غنقولوا هذيك اللاندينغ بيج كافتراض غتاخذ لك 5 ايام. دونك غادي نجي هنايا وغادي ندير 5 ايام. دونك 25 ساعه. يعني في التوتال شحال عندنا هنايا؟ عندنا 55 ساعه. شنو كنديروا هنايا؟ حددنا داك البروجي شحال غياخذ ديال الوقت وما استيميناش باش نجيبوها لاصقه، استيمينا شويه زيد. دونك قلنا 5 ايام باش نصايبوا ديك اللاندينغ بيج، قلنا واحد اليومين ديال سوايع الفهم، شحال غادي مثلا نفهموا داك البروجي وغادي نحاولوا نفهموا البروجي مزيان، نشوفوا ليزانسبيراسيون ديالو كيف ما قلت لكم، نشوفوا البيس اللي باغي ياخذ هو في داك البروجي. وفي نفس الوقت التواصل تيعطينا يومين والتعديلات والتسليم حتى هي يعطينا يومين. توتال عطاتنا 55 ساعه. الثمن اللي عطانا هنا هو 6500 درهم. يعني هنايا 6500 درهم هو الثمن ديال البروجي. كيفاش تحسب؟ 55 ساعه ضربناها الثمن ديال الساعه ديالنا اللي عطاتنا 6160 درهم. دونك نقدروا حنا نارونديوها باش تمشي ل 500 درهم وقلنا 6500 درهم. يعني هذا البروجي اللي غادي ياخذ لكم بعدد الايام 11 يوم ها هي اللي هي 55 ساعه استيميناه ب 6500 درهم. علاش؟ لان انت عندك واحد الهدف رئيسي اللي هو 10000 درهم، شي واحد اخر اللي عنده شي هدف رئيسي اخر غيقدر يستيمي بثمن واحد اخر. دونك اللاندينغ بيج غتخدمها بالثمن. ولكن كيف ما قلنا في الفيديو اللي من قبل، الفريلانسر ديما عنده واحد الريسك ديال يكمل خدمه خاصها تجي خدمه. انت الى هاد اللاندينغ بيج غادي تخدمها ب 6500 درهم وانت الهدف الرئيسي ديالك 10000 درهم، غتلقى واحد الفريق اللي خاصك تدخله. هو كاين واحد النقص. هاد النقص كيفاش غيتعوض؟ ولكن انت سير ما غاديش يجيك بروجي نتايا من بعد. تقدر كمثال الا كنت انت 100% متاكد بان ما غاديش يجيك بروجي واحد اخر، تقدر تقول بان الثمن 11500 درهم. كيفاش تحسبات؟ شدينا هاد الثمن الساعه اللي هو بازيك 112 درهم باش نوصلوا لهاد الهدف ديال 10000 درهم، شدينا وشنو زدنا عليه؟ زدنا في هذاك الثمن ديال الساعه 82% باش نوصلوا لهذيك لاباز، نوصلوا لهذيك لاباز ديال 10000 درهم زائد لي شارج اللي عندنا. اوكي نقولوا واحد 11500 درهم باش نجيبوها شويه لاصقه باش ما نضيعوش حنايا. اوكي الشهر ديالنا ما يمشيش خاوي، انا نخدم انا واحد البروجي ومن بعد ما عندي حتى شي بروجي من وراه. دونك من الاحسن تشيفري البروجي ب 11500 درهم. ولكن الا كنتي انت سير بان غادي تجيك خدمه من بعد ما تشيفريش بالثمن، لان عندك بروجي واحد اخر باش تقدر تربح كليان الاول ويعاود يجي يخدم معك شو خدمتي بكاليتي اللي هي مزيان. كاع الا بغيتي تمشي بعيد تقدر تزيد 119%. دونك الثمن ديال الساعه ديالك غيولي يساوي 245 درهم اللي غادي يزيدك فوق الهدف الرئيسي ديالك، غادي يزيدك واحد 2400 درهم. يعني كتولي نتايا بحال ما كتحاولش تجيبها لاصقه، يعني تمشي اكثر من هذيك اكثر من الثمن ديالك انت اللي هو دو باز. ولكن ماشي في كاع الحالات مزيان تخدم ب 13500 درهم ولا 11500 درهم، لان يقدر هذاك الشخص ولا هذاك الكليان يمشي عند ناس اخرين ويعطي هذيك اللاندينغ بيج في نفس النيفو ديالك ويعطي ديك اللاندينغ بيج بثمن اللي هو اقل. دونك خاصك تكون شويه ذكي من تبغي تعطي الثمن ديالك. تخدم بروجي بحال هذا لاندينغ بيج في هذا العدد ديال السوايع ب 6500 درهم مزيانه الا كانت غتجيك خدمه من وراها. اما الا ما كاينش غتجيك خدمه من وراها غيبقى عندك هنايا واحد النقص. علاش؟ كيف ما قلنا لان هذا البروجي خدا لك 55% من 100 ساعه ديالك اللي انت غتفاكشوا في الشهر، اللي خلات بان تبقى عندك واحد الخويه ديال 45%. هاد الخويه ديال 45% تساوي بانه ما غاديش تخلص عليها الا كان كيف ما قلنا غادي يكونوا واحد الساعات اخرين ديال الخدمه، يعني بروجي اخر مضمون لا غادي يقدر يغطي على هاد الخويه. ولكن في هذه الحاله الا ما كانش هاد البروجي اللي هو مضمون، يعني ما كانتش خدمه ورا من هذيك الخدمه اللي غادي تخدمها لهاد الكليان، يعني من الاحسن زيد في الثمن ديال البروجي ديالك ووصلوا ل 11500 درهم. وتقدر كمثال الا بغيتي انت واحد العربون، يعني غادي تخدم في الاول واحد 20%، اما تقول لي 20% على حسب الثمن، الا كان الثمن كبير يكون البورسونتاج اصغر. كمثال هنايا من الاحسن قول لي واحد 20% يعطيك واحد 1500 درهم، ومن غتقربوا الليفرابل يعطيك واحد 5000 درهم. الساعه انت وشوفوا السيتوياسيون ديالك، تقدر كمثال تقول لي 30%، شوف انت والسيتوياسيون ديالك وكيفاش بغيتي تتعامل مع ديك الكليان. ولكن ما كايناش شي راجل، الراجل هي نتايا خاص العربون على الاقل باش يبين لك هذاك الكليان بانه اونجاجي. دونك العربون ضروري في الحاله اللي درنا 30% 2000 درهم عربون و 4500 درهم من غادي تسلموا نتايا البروجي ديالك.